السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا رجالة في فيديو جديد. ميسي وحكايات ميسي يفكر جديا في العودة لبرشلونة في الصيف. كشفت تقارير صحفية أسبانية عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة من جديد لصفوف ناديه السابق برشلونة خلال الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقا لراديو كاتالونيا الأسباني، فإن ميسي يفكر بجدية في العودة لبرشلونة لأسباب رياضية وشخصية، ولكنه يدرك أن الأمر لن يكون أمرا سهلا في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها النادي الكتالوني. ولم يتوصل ميسي لاتفاق مع باريس سان جيرمان حتى الآن من أجل تجديد عقده في ظل توتر علاقته مع الجماهير بعدما أطلقت صفارات الاستهجان ضده في مواجهة ريم بالدوري الفرنسي. وفي نفس السياق ذكرت صحيفة تليكيب في تقرير لها اليوم إن باريس سان جيرمان لم يعد متأكدا من قبل رغبته في تجديد عقده مع ليونيل ميسي. وأضافت تيكيب إن النادي يرى أن تجديد عقد ميسي لا يمكن أن يكون محل إجماع الجماهير الباريسية، حيث يفكر في التطور الذي سيعطيه ليونيل ميسي للمشروع الرياضي. في نفس الوقت يا جماعة، الصحيفة السعودية أعلنت خبر غريب: ميسي ينضم للهلال لمدة 3 سنوات. كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاث إن نادي الهلال السعودي حسم صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكر الحساب الرسمي لصحيفة الميدان الرياضي السعودية أن ميسي ما بين الهلال والاتحاد حسم الأمر الأول ل3 سنوات مقبلة. وأضاف تأكد هذا القرار بعد صفارات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم. وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويسيطر الغموض حول قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي. من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعاد تفكيره بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الأرجنتيني بعد تراجع مستواه الفترة الماضية، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب اللي ظهر في مواجهة نادي في الدوري الفرنسي. وتعرض ميسي لصيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب حديقة الأمراء. وعبر مشجعي باريس سان جيرمان عن استيائهم قبل انطلاق المباراة من ميسي عند تقديمه في اللقاء من الأساس. وقال الشبكة جي اف اف ان الفرنسية إن ميسي توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء عندما توجه كيليان امبابي الذي حمل شارة قيادة النادي الباريسي وعدد من زملائه لتحية الجماهير في المدرجات قبل مغادرة الملعب. وأكدت صحيفة تيكيب في تقرير لها أن باريس سان جيرمان لم يعد متأكدا من قبل رغبته في تمديد عقد ليونيل ميسي. مش عارفين ميسي رايح فين في ظل ان رونالدو شغال يعني مع النصر، حط جون ظبط الكلام. ممكن ميسي يبقى المنافسة بينهم في السعودية معقولة تتنقل من الدوري الأسباني للدوري السعودي. ادينا قاعدين وهنشوف. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.